صباح الخير. النهارده هنعمل الرز باللبن. حاجه كده كريمي كده جميله، تحبيها في اي وقت، صيف شتاء، في منتهى الجمال. بسيط وسهل وطعمه بيبقى في منتهى الجمال. هنجرب مع بعض ونشوف هنعمله ازاي. يلا بينا مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا منى من مطبخ اتعلمي واعملي بايدك. النهارده هنعمل رز باللبن. نشوف هنعمل ايه. هو بسيط، مش متعب ولا حاجة، وان شاء الله تعرفي تعمليه ويطلع جميل جدا معاكي. احنا معانا هنا كيلو لبن، وده كوباية الا ربع رز. هو كده فنش عشان انا كنت غاسلة الرز. عندك هنا ربع كوباية لبن عشان يدوب فيه معلقة نشا، وكوباية سكر مش مليانة، قشطة، وده كريم شانتيه هقولك هنعمل بيه ايه. ودي المية اهي. هنحط المية في الحلة ونحط عليها كوباية الا ربع الرز اهي. ادي الرز حطينا عليه المية، كوباية المية، وهنحطه على النار ما يستوي. هنشوف هنعمل فيه ايه. كده الرز استوى اهو. هنحط عليه اللبن. ادي اللبن كله، وتسيبيه شويه، قلبيه كده الرز عشان الرز ما يبقاش راكز تحت، لا يبقى ايه دايب كله مع اللبن. هنحط السكر اهو. اللي عايز سكر اقل ممكن، عايزه من غير سكر خالص ممكن زودي السكر، يعني السكر ده ايه ذوقك انت. واجي معلقه القشطه اهي، معلقه قشطه حطها. حطي معلقه كبيره بس، وهنسيبه لما يسخن. اول ما يسخن هندوب النشا في اللبن ونبتدي نحطه فوق، بس يغلي الاول. هو كده غلي اهو، بيغلي اهو، شايفينه يغلي. طيب ناخد النشا بقى اللي انا قلت لكم عليه، المعلقه ونص نشا في ربع كوبايه اللبن، وندوبه كويس قوي. اهم حاجه ما يكونش فيه اي تكتلات. ونمسك مصفى كده وندلقه كله تمام، ونقلب اهو لغايه ما تبصي تلاقيه ايه تقل معاكي. تعليش النار عشان ايه ما يتكتلش منك. دي الفانيليا اهي، ومعاها ذره ملح صغننه، شعره ملح كده تعادل الطعم اهو. متعملوش زيي، بالراحه وانتوا بتقلبوا. شايفين هو مبقاش اتقل من كده عشان ما يبقاش ايه رخم، يبقى تقيل كده، لكن كده بيبقى كريمي كده وجميل اهو. شايفين بس يغلي عشان النشا يكون استوى. اول ما تلاقيه بيطلع فقاقيع كده تقومي ايه طافيه عليه. اهو طلع فقاقيع شايفينها. خلاص كده بنطفي عليه اهو. عندنا بقى معلقه الكريم شانتيه اللي انا قلت لكم عليها، تحطيها على الوش كده وتقلبي، بيديله طعم جميل جدا وريحه جميله جدا،
وبيخليه غني كده وطعمه زي ولا المحلات، احلى من بتاع المحلات والله. جربيه وقولي لي رايك كده. اهو خلاص كله امتزج في بعضه. هصبه وارجع لكم ونشوف هنعمل ايه فيه تاني. اهو هنصبه بقى اهو، تاخدي في نص الكوبايه اهو، نص الكاس تحطيه في اي حاجه. شوفي انت عايزه تصبي في ايه وتصبي اهو. شايفاه نازل ازاي سلس ومش مفهوش كتل ولا اي حاجه. هو الرز اهو، اقرب دي كده عشان ما يقعش. ممكن تحطي عليه زبدة لوتس، تحطي عليه نوتيلا على الوش يعني، تحطي عليه مكسرات، تحطي عليه قشطة وتدخليه الفرن زي ما انا هوريكي دلوقتي اهو. ده كده عندنا هنا الطواجن دي تمليها وتدخليها الفرن تحت الشواية. طيب هدخل دول الفرن ونرجع نشوف هنزوقهم ازاي مع بعض. خلاص شايفين طلع من الفرن، شايفين شكله عامل ازاي، شكله جميل جدا. زوقيه بالطريقه اللي تعجبك، تحطي المكسرات اللي تعجبك. انا هنا حاطه سوداني وجوز هند وسايبه ساده عشان في عندي ناس ما بتحبش المكسرات. وده طلع من الفرن اهو برضو شايفين. يا رب يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب، تفعلوا الجرس وتشيروا الفيديو.